السلام عليكم. لو وصلت لهنا دلوقتي فخليني ابشرك واقول لك ان احنا خلاص قربنا ان احنا نخلص الكورس بتاعنا. بعد ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ايه هو التصميم واهميته، ودخلنا على برنامج كانفا وسجلنا عليه وعرفنا الواجهة الاساسية بتاعته، اتكلمنا عن الانفوجراف واتكلمنا عن الانفوجرافيك باوربوينت. بعد كده اتكلمنا عن التصميمات وبعض التريكات، عرفنا ازاي نعمل فيديوهات على برنامج كانفا، وعرفنا ازاي نضيف صوت ونضيف الوان جديدة للبرنامج. فدلوقتي هنتعلم ازاي نضيف خط جديد جوه البرنامج، وهي مهارة حلوة جدا وهتخليك مميز جوه البرنامج. بالتوفيق ان شاء الله، ويلا بينا نبدأ. يا مساء الفل عليك او صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعني فيه، واهلا بيك في دكتور فريلانسر. الجزء الثاني ان انا ازاي اضيف خط جديد جوه الابلكيشن بتاعي. وده هيكون يعني الى حد ما مش سهل شويه، ولكن بكل سهوله هحاول ان انا اوضحه لكم. ازاي؟ دلوقتي انا عندي تكست يعني او اشكال معينه للكتابه، طبعا منها البرو ومنها الحاجات المجانيه. يعني ده كده مجاني مثلا، ولكن اللي مكتوب عليه كلمه education ده، انا اسف، مكتوب عليه كلمه education ده معروف ان هو برو. طبعا عايز اجيب خط تاني مختلف واضيف خط تاني مش عاجبني الخطوط دي، فانا بكل سهوله بدخل على ويب سايتس بتديني خطوط مجانيه وهبدا اضيفه على على كانفا بتاعي. ازاي؟ هدخل على جوجل. والله عايز اجيب دلوقتي حاجه، يعني خط اللي انا عايز اجيبه ده اجنبي ولا عربي؟ فانا اقول اجنبي الاول، فهكتب ده فونت، ده فونت، واتمنى يكون معاكم نوت دلوقتي وبتكتبوا الحاجات اللي انا بقولها. يعني انا قلت كانفا كلر، رقم اتنين قلت الدا فونت، والدا فونت ده وداني على ويب سايت فيه يعني فيه خطوط كتير جدا. ببدا اختار هنا الخط اللي عاجبني. مثلا على سبيل المثال ذا اول ده خط عاجبني، فابدا ان انا اعمل له كلمه، اضغط على كلمه داونلود واعمل داونلود. بص بقى انا هعمل ايه دلوقتي. انا عملت داونلود. اول ما عملت داونلود بدات ان انا ادخل على الملفات اللي عندي واجيب الداونلودز عشان اعمل له استخراج. لازم يكون عندك الرير اللي هو برنامج فك الضغط. انا بكل سهوله هاجي على التنزيلات بتاعتي هنا وادخل عليه عشان يوريني مكانه فين جوه الجهاز بتاعي. وبدات ان انا هو ده تمام. فبدات ان انا اعمل له موف. هتقولي انت ليه بتعمل له موف؟ قال لك عشان بس احطه في مكان يعني ما يكونش تايه في وسط الشغل بتاعي. فعملت له موف لمكان معين، هو كلمه فونت. وهنا لو لاحظنا هو موجود قدامنا، اللي موجود على الشمال خالص ده رقم واحد. بضغط عليه ضغطه عشان يفتح معايا ويبقى الضغط بتاعه اتفك. هو خلاص كده زي اقول ده بقى مفكوك الضغط من عليه دلوقتي. بص بقى انا بعمل ايه. طبعا انا عارف مكانه فين، يعني في ماي ايباد في كلمه فونتس. بكل سهوله اروح داخل على الابلكيشن بتاعي كانفا، وابدا ان انا ادخل على الشكل. بص الاكونت نفسه، هطلع كده بره وادخل على الثلاث شرط دول واختار كلمه براند. وهنا انتم شايفين ان هنا ان انا لو عايز اعمل باليت معينه او اختار الوان باليت معينه، او ان انا اضيف ابلود فونت، فهعمل ابلود فونت وبدخل على المكان بتاعها اللي انا عارفه جوه الجهاز بتاعي، كلمه فونت وبعدين كلمه الزقول ده هو ده الخط اللي انا عايز اجيبه، واعمل يس ابلود. دقيقه بالظبط خلاص الحاجه دي حصل لها ابلود. لازم بقى اكون عارف الاسم بتاعه. بص كده معايا، هو خلاص حصل له ابلود كده يا باشا اهو. وده الحاجات اللي انا كنت عامل لها ابلود قبل كده. طيب انا عارف الاسم بتاعه، بكل سهوله اروح جاي. تعالى كده نطلع تاني للهوم، نخش على التصميم اللي احنا كنا شغالين عليه. وانا هبدا ان انا اضيف اخلي الخط ده، طبعا ده مكتوب بالعربي، فانا على سبيل المثال تعالى نضيف تكست جديد. ومن التكست ده نكتب هنا دكتور فريلانسر. خلاص ده الشكل اهو. انا عايز اجيب بقى الخط اللي انا جايبه، وشايف من هنا عشان انا هنا بغير الخط بتاعي مش من تكست وبحثت هنا، عشان دي نقطه مهمه. لا، انا قافل ده خالص. بعد ما كتبت التكست بتاعي جيت عليها حددته كده وجبت الخط من فوق عشان اغيره وهكتب. والمفروض ان انا اكتب الاسم بتاعه قام ظاهر لي على طول. خلاص ده الاسم وده الخط اللي انا حملته، بكل سهوله بقدر ان انا استخدمه. طيب على نفس الطريقه تعالى نجيب خط عربي. انا اول حاجه الويب سايت ده اسمه ايه؟ ده فونت. ده فونت تمام، مهم جدا. طيب انا عايز اجيب حاجه عربي اسمها عرب فونت. عرب فونت بكل سهوله بدخل عليه كده، بدخل على الويب سايت ابدا ان انا اختار. والله عايز اختار حاجه معينه، على سبيل المثال مثلا خط الديواني. يعني خط الديواني انا بحب الخط الديواني جدا. ابدا ان انا انزل لتحت اشوف انواع الخط الديواني عشان اختار منها حاجه. كلمه عرب فونتس دي اللي هي براده، اسمها براده رقعه. تمام. هبدا ان انا يا اما انشاء تصميم على طول وابدا ان انا انشاء، لكن انا عايز اعمل تحميل. بص كده لما ضغطت على كلمه تحميل بدا يوديني على اشكال كتير جدا منه، ممكن اختار منها الشكل المناسب ليها عشان احمله. او ان انا
بنزل تحت كده واعمل تحميل مباشر، او بختار مقاس معين، او بختار جميع الاوزان، وده اللي انا بعمله، وبختار كلمه جميع الاوزان واعمل له تحميل. انا بعد ما عملت له داونلود بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، بروح جاي عليه كده واختار الحاجه بتاعتي واخده اعمل له موف. انا بعمل له موف لمكان عشان ما توهش في الاماكن. ممكن اعمل نيو فولدر على فكره، ادي نيو فولدر، والنيو فولدر ده مثلا هسميه خطوط عربي، خطوط عربيه. خلاص دخلت كده وعملت كده البتاع بتاعي وعملت كوبي، خلاص هو بقى موجود فيه. لو انا جيت دخلت على فايلز بتاعتي اون ماي ايباد، ابدا ان انا ادور على كلمه خطوط عربيه. هي اتعملت كده جوه حاجه ثانيه كمان اهي، خطوط عربيه. بدات ان انا اعمل له فك للضغط بتاعه. شايف انت هنا كده كلمه خطوط عربيه، لو انا دخلت عليها الاقي اكتر من حاجه كمان موجوده. انا ده الملف بتاعي اللي انا عايز اعمل له فك. خلاص هو بقى مفكوك دلوقتي قدامي. هبدا ان انا اخش على البرنامج بتاعي زي ما اتعودنا واتعلمنا. هخش على اجيب الهوم، ابدا ان انا اضغط على الثلاث شرط اللي هيبقوا موجودين فوق. خلينا دلوقتي نعمل ديسكارد للشغل اللي احنا شغالين عليه، مش مهم دلوقتي. هبدا ان انا ادخل على كلمه هوم، هلاقي كلمه براند. اجيبها منين تاني؟ انا لو رجعت ورا تاني خالص اقول الهوم، في الثلاث شرط اللي فوق دول بضغط عليهم، او الثلاث شرط الموجودين تحت لو انا ماسك الموبايل، او موجودين فوق على اليمين، وبختار كلمه براند. بعد كده هختار ابلود فونت، ومن ابلود فونت وابدا ان انا اختار اداه خطوط عربيه، وهبدا ان انا اختار الخط الخطوط اللي انا لسه منزلها. على فكره انا كان ممكن مره واحده اروح عامل سيلكت لونج بريس طبعا بالنسبه لك، او سيلكت عادي خالص، انا اسف، وابدا ان انا اعمل بس كلمه اوبن. مش عارف انا اخترت الاثنين ولا لا. سيلكت واعمل كلمه اوبن، هيقول لي عايز تعمل ابلود، اقول له اه. بص كده هيظهروا الاثنين، هيطلعوا مع بعض دلوقتي وهيبقوا ابلودد عندي. هو لان هو نزل لي لما اخترت جميع الاوزان كان هو وزنين نزلهم، في خطوط ثانيه يبقى ليها اوزان 20 وزن مثلا هينزلوا لك الاثنين. المهم انا عرفت اسم الخط بتاعي، فهبدا ادخل على كلمه هوم، اخش على التصميم اللي انا شغال عليه. هاجي هنا عشان اغير الخط ده، اجي اختار تغيير للخط واكتب هنا اسم الخط بتاعي. بص كده هيظهر لك الاثنين بتوعك يا عم. خلاص اي خدمه، ده الخط اللي انت عايزه، ده الشكل اللي انت عايز تعمله، هيبقى معاك تمام وزي الفل، ما فيهوش اي مشكله. هو ده نوع الخط وده الشكل بتاعه اللي بيتكتب. كلمه جنتل دي طبعا لو انا خليتها جيم هتبقى مكتوبه عاديه خالص، لكن هو عشان مكتوبه جي او جيم وتحتيها 3 نقط فبقت بالشكل اللي كان قدامك اللي هو ده. تمام كده. انا ده التصميم بتاعي. عرفت ازاي هضيف لون، عرفت ازاي هضيف خط، عرفت ازاي اضيف خط عربي، عرفت ازاي هضيف خط انجلش. فالموضوع كده بالنسبه لي بقى سهل جدا، بقى بسيط جدا. على فكره ممكن بقى تعمل انت شويه حركات جوه التصميم بتاعك تبقى شكلها حلو بكل سهوله. يعني انت ممكن تعالى كده نعمل لعبه حلوه جدا. لو انا رجعت الخط ده للخط الثاني عشان يبقى كبير بس وواضح كده، لو رجعته للخط الاولاني، الخط ده مثلا، لو انا جيت على كلمه element وكتبت هنا كلمه فريم، ومن فريم انا عايز element، انا اسف، انا عايز فريم، ومن فريم هبدا اختار الدايره. بص بقى انا هعمل ايه. انا هاجي على الدايره دي وهبدا ان انا اصغرها. ليه؟ عشان بس كل الحكايه ان انا اجيبها على حرف الميم ده واخلي شكلها كده موجود، او حرف الميم موجود تحته اللون الاحمر ده، او ان انا احط جوه الفريم اللي انا جايبه ده ولسه حاطه دوت، احط جواه شكل معين. على سبيل المثال عايز احط جواه علامه الورده دي. تعالى كده نحط الورده دي نصغرها، شوف قبل ان هي تتحط ولا لا. طيب ده element فمش، تعالى نكبر كده، ده element فمش راضي ان هو يتحط. تعالى نجيب صوره عشان تقبل ان هي تكون موجوده جوه. على سبيل المثال الصوره دي، طبعا انتوا عارفين ايه اللي بيحصل دلوقتي، هو ليه مش راضي؟ لان انا مش جايب اصلا فريم يقدر ان هو يتحط جواه. بص كده ده مثلا اهو، بدات ان انا اصغر الشكل ده كده واحطه على كلمه البرمجه. ممكن ان انا احط حاجه تانية تكون اوضح اكتر. هبدا ارجع اعمل رجوع، اجيب صوره تكون بس واضحه شويه. هعمل رجوع، اجيب صوره، هعمل ابلود، اجيب صوره تكون فاتحه شويه. تعال نجيب صوره فراشه مثلا زي اللي كانت موجوده دلوقتي، وليكن حاجه زي دي كده، وابدا ان انا احطها جوه الشكل بتاعي. طب اقدر ان انا اعدل فيها براحتي، وبالتالي اقدر ان انا اصغرها
وبعد ما اصغرها اقدر ان انا احطها على اي حاجه من الحاجات اللي موجوده هنا دي، فتكون موجوده عليها وتكون كشكل موجود عليه. كل واحد بقى يقدر ان هو يغير في الشكل، يحط له شكل مختلف، يعمل حاجه مختلفه. كل واحد والكرياتيفيتي عنده والحاجه اللي هو شايفها تكون كويسه ويحبها، يقدر ان هو يعملها في التصميم بتاعه. اهم حاجه التصميم بتاعك يكون هادي كويس، بيوصل فكره للشخص كويسه،